ويا أهلا بيكو وأزهار مايكوفسكي، ترجمة وصياغة محمد مالك. قصة واقعية بتحكي إن زمان كان عشرينات القرن الماضي، كان في شاعر روسي عنيف مجنون حب بنت كانت رقيقة في رقة الندى، لكن هي ما حبتوش. اتقابلوا في باريس هما الاتنين من موسكو، ولما زعل قوي وكل الناس كانت بتتكلم وكانت حكاية باريسية معروفة، حزن جدا على حبه اللي من طرف واحد وراح راجع على موسكو. وكان بيبعت رسائل لناتاليا لكن ما كانتش بترد عليه. قرر ان هو يجمع كل القصائد الشعر اللي هو كتبها لها ويعمل جولة شعرية في دول العالم. جمع فلوس كتير قوي وقرر ان هو يهديها لها هي. ازاي؟ راح لشركة باريسية متخصصة في توزيع الازهار واتفق معاهم وكتب عقد جميل جدا ان يبعتوا كل يوم باقة ورد لها وكارت عليه اسمه. وكان الاتفاق ان لو برد حر حرب لازم الباقة الورد توصل لها على طول. فعلا عمل كده وبقى كل يوم يخبط بتاع الورد وتفتح تلاقي الكارت مكتوب عليه من مايكوفسكي. كانت مش مهتمة وعادي بالنسبة لها الموضوع، لكن اتعودت على وجود الورد بتاعه في حياتها. صحت في يوم على خبر موته، اتضايقت جدا وافتكرت ان الورد ما عادش هيوصل لها، لكن طبعا كانت مفاجأة بالنسبة لها ان كل يوم الورد كان بيوصل لها. وزي ما يكون دي رسائل حب من العالم الآخر، خلتها تقدر تعيش كمان وكمان وقت طويل جدا. بس للأسف حصلت الحرب. كانت في الفترة دي باريس احتلت من ألمانيا، وكانت مش عارفة تعمل ايه وهتعيش ازاي، لكن خطر لها فكرة في الوقت ده انها تاخد الباقات الورد الغالية جدا جدا اللي بتجيلها كل يوم وبقت تنزل تبيعها في متنزهات باريس، وعاشت على الفلوس اللي كانت بتجيلها من باقات الورد. قصتنا خلصت وكانت قصة حب عظيمة جدا، لكن احنا بنعرف قيمة الأشياء بعد ما بتروح مننا. باي باي.